اكيد ركبت اسانسير في حياتك قبل كده، بس عمرك فكرت المرايه اللي محطوطه جوه الاسانسير دي محطوطه ليه وليه موجوده في 90% من الاسانسيرات؟ اوعى تكون فاكر ان اللي عمل الاسانسير ده مكلف نفسه وجايب مرايه طويله عريضه علشان حضرتك تتصور فيها وتاخد لك صورتين سيلفي. ما هو مش عاشق جمالك في الضلمه يعني. المرايه دي لاسباب تانية خالص، اهمها مثلا انها بتساعد المرضى وكبار السن اللي بيستخدموا كراسي متحركه علشان يشوفوا المكان كويس وهم داخلين، وخصوصا الارض اللي تحتهم. علشان كده المرايه بتكون في الوش وبطول الاسانسير كله، وده هتحتاجه برضه لو كنت بتنقل عفش ومضطر تدخله الاسانسير. ده غير كمان ان المرايه دي بتدي احساس بالوسع، ودي حاجه كويسه جدا للناس اللي عندها فوبيا الاماكن المغلقه، خصوصا ان النظر في المرايه ممكن يشتت انتباههم وما يخليهمش مركزين في المده اللي مقضيينها جوه الاسانسير. علشان كده برضه بعض الاسانسيرات بيبقى شغال فيها موسيقى او دعاء. ضيف بقى ان المرايه بتعكس الضوء وبتخليك تشوف كل حاجه بتحصل، يعني حاجه تقع، حاجه تتنشل، لمسه من حد قذر كده يعني. واخر استخدام واهمهم هو انك تعدل فيها هدومك وتسبسب شعرك قبل ما تخرج من الاسانسير، وبس كده.